العودة إلى الجذور. عندما هبت العاصفة دوى صوتها القوي عاليا، خافت الأشجار وأحنت جذوعها وأغصانها، فمرت العاصفة ولم تتمكن من تخريب الحقول واقتلاع الأشجار. غضبت العاصفة وأخذت تدور حول الحقول مزمجرة متوعدة، وصرخت: أيتها الأشجار، إنك تنحنين لي احتراما، أليس كذلك؟ ضحكت الأشجار وقالت: لا أيتها العاصفة، إنما نفعل ذلك تفاديا لجنونك. زأرت العاصفة متوعدة: انتظري وسترين كيف سأحطمك. لم تأبه الأشجار بتهديدات العاصفة، فظلت تميل بأغصانها على التراب. عادت العاصفة وأطلقت غضبها كله، لكنها لم تتمكن من اقتلاع الأشجار. حاولت العاصفة أن تعلم سر التصاق الأشجار بالأرض، فعادت وسألتها: إذن لماذا تنحنين؟ أجابتها الأشجار: إنني أهمس في جذوري أن تضرب عميقا في الأرض، كي لا تستطيع أعتى الرياح والعواصف أن تقتلعني، وأصغي لحكمة الجذور، وهي تقول: الذي جذوره عميقة في التراب لا يمكن اقتلاعه. عندئذ رحلت العاصفة بعيدة، فرفعت الأشجار رؤوسها وعادت تستقبل العصافير، وترقص أغصانها وأوراقها مع النسائم.